خد بالك مش اي نوع حديد ينفع مع اي حاله انيميا نقص حديد. عندنا حالات نقص الحديد المرتبطه بالالتهابات المزمنه، وما يعرف بانيميا الالتهابات المزمنه او انيميا الامراض المزمنه. الناس اللي بتكون عندها امراض مناعيه او التهابات مزمنه بيقل عندهم امتصاص الحديد جدا، ودي واحده من ضمن الميكانيزمات اللي الجسم بيعملها عشان يحمي نفسه، لان هو حاطط نفسه في حاله دفاع. فالحل ان انا لازم استخدم انواع من الحديد تعدي من الجسم وتخش للدم من غير ما الجسم ياخد باله منها. في الحاله ديت بدور دايما على انواع الحديد اللي مستخبي فيها مع اللاكتوفيرين، او الانواع اللي فيها الحديد ماسك مع الاحماض الامينيه من الناحيتين، بنسميه ثنائي الاحماض الامينيه، او الفيرس بيس جلايسينات مثلا كمثال يعني ليها. او بنستخدم انواع من الحديد مستخبيه اكتر، ودي بتكون جوه كرات اسمها اللايبوزوم او كرات اسمها الساكروزوم. وهنا لما بروح بقى للساكروزوم الايرن ده بيكون اعلى ما يمكن من الامتصاص، يخش الدم بسرعه، يظبط الحديد بسرعه، يديني تاثير عالي جدا. كده احنا عرفنا ان في الحالات دي الحديد العادي بشكله الطبيعي مش هيجيب نتيجه. يبقى الافضل اروح الاول خالص للحاجات اللي مستخبي فيها الحديد على شكل كرات صغيره زي الساكروزومز او اللايبوزوم الايرن، او انقل بعد كده واروح للماسك في الاحماض الامينيه، او اروح بعد كده للي ماسك في اللاكتوفيرين. وهنا بكسب اكتر من حاجه لما بستخدم الانواع دي من الحديد. وما تنساش تسال الدكتور بتاعك، تسال برضو الصيدلي الموثوق، وافتكر دايما ان صحتك اهم.